يلا، بما ان موضوع الاكل السوداني عجب الناس كتيرة، فانا فكرت ان احنا كل مرة نعمل اكل من بلد مختلفة. المرة الجاية نعمل اكل لبناني، انا وصاحبتي اللبنانية. هيا جويد، مرحبا. بحبك يا لبنان، يا وطني بحبك. تعالى اخدكم بقى من اول اليوم. هنا عملنا الخضرة، غسلناها بتاعة الفتوش والتبولة، ابتدينا ان احنا نحضر خلطة الورق العنب، وبالمرة عملنا الحمص عشان هنعمل حمص باللحم. بعد ما عملنا الخلطة حشينا الورق العنب، مش قادرة اقولكوا على كان جماله عامل ازاي، زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي بالظبط. بعد ما خلصناه خليناه يستوي بقى، وابتدينا ان احنا نعمل الموزات او الموز على رأي يعني المصريين، احنا بنقول عليها موز وهما بيقولوا عليها موزات. وحطيناها في الفرن، ومش قادرة اقولكوا على جمال السفرة كانت عاملة ازاي، من اول اليوم ما بدأ لحد اخر لحظة. وكان يوم جميل مع جوجو ومع مايكل، وبجد يوم لبناني ما يتعوضش. واتشرفت بالسفرة اللبنانية.